مساء الخير حبايبي، يا رب تكونوا بخير وانتم بتشوفوا الفيديو. يلا نعمل بقى الكحك بقى اللي على اصوله بالطريقه الاصليه للكحك. كحك محشي ملبن، ممكن تحشيه عجميه، ممكن ما تحشوهوش باي حاجه. لونه الذهبي دوت، وده سر من اسرار جماله ان يبقى لونه ذهبي علشان يبقى مستوي حلو وما يبقاش ناعم كده وكأنك بتاكلي سمنه. وتبقى الكحكايه مهما تعيش معاكي والملبن جواها، والكحكايه ناعمه وبتدوب كده في البق. بس انا ما بحط السكر الا ساعه الاستخدام. ساعه الاستخدام احط عليه السكر عشان السكر السمنه ما تشربهوش، ويبقى شكل الكحكايه بعد كده مش حلو. معايا هنا نص كيلو سمنه بلدي انا مسيحاها وحاطه عليها معلقتين كمان، انا وزن بالميزان، او يبقى كوبايتين ونص ومعلقتين عشان يبقى ناعمة قوي. لو مش عايزاها ناعمة قوي شيل المعلقتين. كيس دقيق الضحى كيلو، معلقتين سمسم، 3 معالق سكر، نص معلقة خميرة، وكمان هحط معلقة صغيرة بيكنج باودر ومعلقة ريحة كحك وذرة ملح، وكوباية لبن، نصها لبن ونصها مية، يعني كوباية لبن على مية، ومعلقة ونص معلقة خميرة صغيرة. نزلت بكيلو الدقيق وهحط عليه باقي المكونات كلها، اللي هو ما عدا الخميرة واللبن. احط السمسم، احط سمسم ابيض، سمسم ابيض، هحط السكر، هحط ريحة الكحك، هحط ذرة الملح. في الوقت البيكنج باودر احطها بس بعد ما بس. دلوقتي انا بسخن السمنه على النار لحد ما تسخن حلو، مش تقدح، لا تسخن حلو عشان ما تبقاش حاميه. بس لكن لو حابينها تقدح تقدح، لكن انا ما بقدحهاش، بسخنها جامد يعني. خلاص شوفوا مش بتغلي ولا حاجة، هي نزلت بيها بقى على الدقيق. ويفضل الحركة دي تعمليها في حاجة سلسين أو حاجة بايركس عشان تبقى صحية يعني. وقلبت بقى، أول ما بتحسي كده بتقلبي بتحسي إن السمنة كتير، لكن لما بتقلبي كده بتلاقيها اتشربت السمنة. دي الكحكاية بصراحة طلعت ناعمة جدا، أزيد من ما أنا كنت كمان عايزة، عشان الدقيق حلو والسمنة حلوة. السمنة لسه مقدوحة متسيحة جديد فريحتها قوية كمان. هنا كوباية بقى زودتها نصها لبن نصها مية، ونزلت عليها بالخميرة، وهحط معلقة سكر صغيرة واسيبهم على جنب كده يخمروا لحد ما بس حلو. انا هبس بالعجان يعني 8 دقايق 7 دقايق 10 دقايق، كل ما بتبسي حلو كل ما كحكك يبقى انعم. خلاص هبدأ اقلب كده اهو، بنزل الجناب عشان اكمل بس كده اهو شايفين. وهرجع بس تاني، بس بايدك طبعا تزودي المده. العجان في حته الكحك بيسهل جدا عمليه البس. وعادي انا من غير ايديا على ايديا بعمله حلو برضو، مش بس بالمعلقه الاول لحد ما يهدى وبعد كده بس بايديك. انا بقلب وعشان انزل الجناب يبقى مفيش ولا نقطه دقيق فيها. هنزل بقى بمعلقه البيكنج باودر الممسوحه. لحد ما اخد قطعة من ايدي كده واحس ان كلها كأنها ايه، مش محتاجة سوائل، هي بتاخد سوائل وكل حاجة. بس لما بتبسي حلو كأنك مش محتاجة سوائل. بصراحة الكحك طلع ناعم جدا، لو كنت عملت كمان 500 جرام كان هيبقوا كافيين. خلاص بعد ما تبس حلو نزلت بقى بكوباية اللبن، الا دي معلقتين 3 كده، بركنهم على جنب اشوف هحتاجهم ولا لا، علشان ما بوصي العجين مني. اتعودوا على كده لان كل عجين غير التاني. شوفوا انا حطيت، حاسه لسه انها هي طريه وكل حاجه، بس حاسه انها لسه مفتحه وايه، ما لمتش كده من البول. هنزل كمان بالمعلقتين اللي انا كنت شايلاهم وهقلب. اول ما احس كده انا حاسه انها عايزه معلقه كمان. قلنا كل دقيق غير التاني، يعني هي خدت مع كوبايه دقيق المج العادي خالص ومعلقه زياده. شوفوا كده ناعمه ازاي، وتك عليها ناعمه وزي الفل فل كده. وهي فعلا العجينة كانت ناعمة لآخر وقت. زودت بقى المعلقة التانية آخر معلقة، وقمت ايه لماها كده بإيدي اهي. شايفين أول ما أحس إنها تطلع من البولة وبتلف في الكف بتاع العجان، يبقى هي كده لمت معايا تمام. غطيتها كده 10 دقايق بس لحد ما أعمل بقى الملبن. هغطيها كمان بفوطة. هنزل بده نص كيلو ملبن، وتأكدي ان الملبن بتاعك يبقى طري وحلو. هو ده الملبن اللي كان متوفر عند الراجل، هو طبعا ممكن يبقى فيه احسن منه، بس عامة هو ده اللي كان موجود. حاسة انه ماسك سنة، بس كل ما الملبن بتاعك يبقى طري يبقى حلو. هنا حطيت عين جمل كسرته بس دقيته دقة كده بالهون،
بسيط فحطيته، يعني اي كمية عندك ومش شرط خالص اصلا. وهنا عملته في مطرح السمنة، بس هنزل عليها معلقة شاي صغيرة سمنة عشان تبقى تسهل معايا اللف. وقعدت بقى عملتهم كور كده قد البندقة كلهم، لان انا عايزة اعمل الكحك كحكاية صغيرة، ما بحبش الكحكة تكون كبيرة وكده، يعني لو كحكة كده وسط كده تبقى احلى يعني واشيك. عملت الملبن وخلصته ورجعت خدت الكحك بقى، شايفين العجينة لميتها كده بايدي، ناعمة جدا وطرية جدا والاخر وقت. بس دايما تشتغل فيها وهي دافية، علشان لما هتبرد هتنشف، هتضطري تقعدي تسخنيها بايدك كتير، لكن وهي سخنة كده وسيبيها تخمر بقى بعد ما تخلص. هعمل انا 3 4 وهوريكم ازاي بدورها كده بايدي وبحط الملبن وبعملها كورة تانية وبس. ما تزوديش كمية الكور وتبدأي تنقشي، علشان لما ترجعي، يعني انا كنت عاملة 4 لما اخدت اخر واحدة كانت بدأت تنشف، يبقى مش هتنقش معايا سهل. فدايما خدي كده حد يكور وحد يعمل، او انت اعملي. انا كنت بشتغل بصراحة اللي اعملها انقشها بس كده. وانزلي بقى هنا عملت 4 في 4 طول و4 عرض، الشكل ده بيبقى حلو جدا، والغرض من المنقاش بس انها تدي سمك وتشيل السكر. شوف الكحكايه رفيعه ورقيقه ازاي وصغيره، انا عن نفسي بحب كده، وكل واحد طبعا ليه الحريه. هنا قسمتها 4 وخدت شمال ويمين كده باي شكل. المنقاش غرضه كله انه يشيل سكر، يعني لو عملتي بالبصامه تمام، عملتي بالمنقاش تمام، عملتي بالسكينه مربعات ومستطيلات هتبقى حلوه قوي يعني. يعني عكس بعض كده هيبقى في منتهى الجمال برضه. هنا اي شكل بالمنقاش، انا طبعا عملت معاكم قبل كده 50 شكل بالمنقاش، فمش هتفرق المنقاش قوي في الشكل. المهم الغرض منه انه يبقى ايه، يغوط جوه في العجين ويشيل معانا سكر بس. ودي وردة، ودي شمال ويمين برضو. بس كده هوريكم تاني وبس كده. وخدتها شمال ويمين. انا بوريكم يعني ان المنقاش اسهل حاجة في تشكيل الكحك، لان كده كده في الاخر بيتغطى بالسكر ما بيبانش. وده شكل الصواني، هما الكيلو بيطلع طلع 4 صواني او 5، 4 وواحدة صغيرة يعني 5 صواني. وده شكله بعد ما استوى، سبته يخمر ساعتين كده، وقمت مدخلاه على فرن درجة حرارته 170، خد لون من فوق وتحت من غير ما اولع شواية، عشان سمنته كتير وحلوة فباين فيه اللون. كل ما بتزودي السمنة بياخد لون اوتوماتيك لوحده، بس كنت مولعة المروحة. على فكرة ده ضي الصينية والإضاءة، لكن هو لونه المصفر كده، لأني أنا بتك عليه شوية في السوا علشان يبقى طعمه حلو، وفي نفس الوقت ما يبقاش سمنة بتاكلي سمنة. جربوا الكحك بالطريقة دي، شايفين ناعم ازاي في منتهى الجمال.